قبل ما نبدأ حكايتنا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. القصة دي بقلم الكاتبة المبدعة سعاد محمد. اتسحبت بوسي براحة وهي بتخرج راسها من تحت السرير، لقت رجلين رابح قدامها، رفعت راسها لفوق ولما شافته ضحكت بهبل. مساء الخير، ما شفتش رباط الكوتش بتاعي؟ اما انا دايخه عليه بقالي يجي ساعة. لا شفته عندي هناك في اوضتي، تحب تيجي معايا اجيبهولك؟ ايه لا خلاص بقى هشتري كوتش تاني اسهل، يلا تصبح على خير. رايحه بوسي تهرب على السرير، جابها رابح من قفاها. على فين يا قطه؟ هو في قطه برضه بتخاف من فر؟ مش المفروض العكس ولا ايه؟ وانا هخاف منك ليه بقى؟ ان شاء الله انت عمرك ما اتفرجت على توم وجيري ولا ايه؟ لا هنتفرج سوا، امشوا قدامي. خدها رابح ومشي بيها على القط، وكانوا كلهم ماشيين وراهم، وضياء ماشي ورا رابح بيحاول يفهم حصل ايه. يا ابني استهدى بالله، قافش في بنت عمك كده ليه؟ يا ابني يا سرقت منك حاجه؟ يا ريتها سرقت، كان ممكن اسامحها. يعني ايه خلاص كده البت راحت سكه اللي يروح ما يرجعش؟ طول عمرك جرى المصايب وراكي جار يا بنت القط، منه اللي ابوكي. اندبي يا ماما اندبي، اقولك روحي هتصبرتني واخبزي عشان تفرقي على قبري. وصل رابح الاوضه، راح رميها على الارض ودخل جاب الصوره اللي بوسي عاملاها فار فيها، وطلع قدامه وعيونه بتطق شرار. كل اللي فات حماده واللي جاي سيد ابو حفيظه يا بوسي، انت لعبت في عدد عمرك. شاهد قبل الحذف، مقتل قط على ايد كبير الفيران. فرحانين فيا ها؟ اللي هتقعوا وقعتي وما تلاقي حد ينجدكم منه. ايه دخلك قط من ورايا يا بنت القط؟ وايه خلاكي تاخدي ساعه تحطيها في اوضه ماجد؟ والاهم من ده كله اللي انت عملتيه في صورتي ده. سناء بشهقه، يخيبك يا بوسي، انا ما عملتش حاجه من دي، انت هتفتري عليا؟ عاجبك كده يا خالو؟ وانا اللي رحت كلمت الدكتوره رنا وجبتها من اخر الدنيا عشان تعالج الاحصنه بتاعته. هي دي شكرا يا خالو؟ هي دي شكرا يا ولاد خالو؟ هو ده جزاء المعروف؟ نزل يا ابني دور مناديل هنا عشان نعيط مع الفنانه. ما يصحش كده يا ابني، هي بتقول ما عملتش حاجه من دي، او يمكن حد من الشغالين. لا وهو يشك في الشغالين ليه طالما في بوسي تتظلم وتتقهر وتداس عليها؟ وهو في حد من الشغالين اللي جرى يعمل كده في صورتي؟ ها ايه ده يا ساتر؟ كل ده ديل يا ابني. صورة؟ مالها الصورة يا رابح؟ دي حتى مميزة جدا وبترمز لاسم العيلة. انا كنت فاكراها تابلو كده اصلا ولا خدت بالي انها صورتك، ولا هو انت يعني مستعار من عيلتك يا رابح؟ ها ساكت ليه يا رابح؟ انت فعلا مستعار من اسم عيلتنا؟ مالهم الفيران؟ طب ده احنا اكبر اسم واكبر عيلة فيك يا بلد. انت كمان بتصدق على كلامها يا بابا؟ اسم العيلة ماله ومال الصورة واللي بتتكلم فيه دلوقتي؟ بوسي بثقة، لا ازاي؟ ده اسم العيلة هو اهم عنصر في الحوار دلوقتي. انت كرابح مضايقك في الصورة دلوقتي ومخلي غضبان بالشكل ده، وانا المفروض لما الاقي صورتي متشوهة بالمنظر ده وعاملة لي اسنان وديل فار المفروض ارقص من الفرحة يعني، ولا اشتري لي جبنة رومي؟ اديك قلت اسنان وديل فار، يعني فار رمز واسم العيلة، وانت بعد عمر طويل يعني ليك يا خالو هتكون يا رابح كبير الفيران. اوعى يا رابح تتكسف من اسمك واسم عيلتك تاني، خليك فخور بيهم. انا كبوسي ما عنديش اعتراض اركب ودنين وديل قطة وامشي بيهم لو ده هيفيد اسم عيلتي ومنظرها. لا والله يعني المفروض اقتنع انا كده وافتح صدري وانزل ارقد رغيفين ناشفين عشان اثبت انتمائي للفيران، مش كده؟ رابح انت مش واخد بالك انك بتتريق على اسم العيله؟ انه الموضوع ده فورا وكل واحد على اوضته يلا. طلعت بوسي جاري على اوضتها، ما صدقت اول ما ضياء قال كده، ورابح كان واقف بغيظ منها انها قلبت الترابيزه عليه. قربت سناء منه وطبطبت على كتفه. مالهم بس الفيران يا رابح يا ابني؟ ولا اللي كنت بقول عليك الراكز العاقل؟ هدي اعصابك كده ومش كل حاجه تحط نقرك من نقر بوسي، دي غلبانه. طب يا عمتي اعرف بنتك الغلبانه دي اني اخلي ايامها صويد واخليها تتمنى انها تتسخط فار ارحم من العيشه اللي هتشوفها على ايدي. يا ساتر على سواد قلبك من ناحيه البيت، هي كانت قتلالك قتيل ولا سرقاك؟ لا يا رابح لا مالكش حق. دخل كل واحد اوضته وطلع على النهار، وصحي بوسي على صوت خبط على باب اوضتها. قامت فتحت بكسل، لقيت خالد وكرم واقفين قدام الباب. حد يصحى على الصبح كده يستبح بجوز فيران؟ خير افندم عاوزين ايه؟ هنعوز منك ايه يعني يا ام جلامبو؟ انتي ما بقاش غير القطط كمان اللي تلزق فيهم. طب حلو اتكلوا على الله يلا طالما مش عاوزين حاجه. استني انا شايفك كسلانه ولسه ما شبعتيش نوم مش كده؟ لا انا صحيته زي الفل اهو، انت مالك اصلا؟ لا يا بوسي انت كسلانه وتعبانه كمان، وهتقولي كده للدكتوره رنا لما تقولك تفرجيها على البلد، وهتقولي لها كرم هو اللي هياخدك في جوله يفرجك على كل الحيوانات، سامعه؟ وده هيحصل مقابل ايه بقى ان شاء الله؟ يعني مفيش حاجه ببلاش يا ابو الكرم وانت فاهم يعني. مجدعه يا بوسي وانا بستجدع معاكي مره زيها. لا ابقى خلي المجدعه دي يا كيمو، وانت بتشقط رنوش انا عاوزه حاجه تانية مقابل الخدمه دي، ولا ما تحلمش ان الدكتوره رنا تعاملك حتى زي ما بتعامل المعايز.
ماشي يا بوسي موافق. وانت يا خلود ارمي بياضك، هات اللي عندك. اللي عندي انت عارفاه يا بوسي، اللي بوظتيه مع وفاء تجمعيه وتصلحيه واحنا متفقين. لا انا مش فاكره اي اتفاق بصراحه. انا لو عملت لك كده هيكون قصادها خدمه تانية. ما انت مش احسن من كرم يعني ولا ايه يا كروم؟ صح، زي ما انا هدفع انت كمان هتدفع. محدش احسن من حد هنا. يعني انت عاجبك وقفتنا كده قدامها بيقعد تشتري فينا يا بتاع الدكتوره؟ حالك مش احسن من حالي يا بتاع وفاء. لا عيب يا شباب، ما يصحش كده. وسعوا لي كده انا هطلع صحي دكتوره رنا وزقها على ابو الكرم، وانزل لك يا خلود نروح لابراهيم. انتوا الاتنين هتغطوا عليا قدام رابح، ودي مش كلكم انتوا ماليش فيها، ولا هقول على كل حاجه الرابح ونعمل بس مباشر بقى. سيبي رابح وانا اعرف اتعامل معاه، وانت انفخي فيا كده على قد ما تقدري قدام الدكتوره. وقولي لها انا بحب الحيوانات وكنت بربي ثعلب وانا صغير. واو، وانت عملت كده بجد يا كرم؟ يا ريت بس على قد الثعلب ده. في مره ركب تمساح وجرانا وراها البلد كلها. ده انت طلعت عفريت يا كرم، يخرب عقلك. مع ان مش باين عليك خالص. انا كده ما احبش ابين مميزاتي وعيش وسط الناس متواضع. يلا اتكلوا وما تنسيش حوار التمساح ده. ها؟ طلع بوسه وراحت اوضه رنا اللي كانت بالفعل صحت ومتحمسه جدا علشان تاخد جوله في البلد، ودخلت قعدت مع رنا وكان باب الاوضه مفتوح. صباح الخير. صباح الورد يا بوسي. ايه كل ده نوم؟ انا صاحي من بدري، الحماس قتلني. نوم ايه بس يا رنا؟ ده انا طول الليله اقوم من كابوس ادخل في الكابوس اللي بعده منه لله. كابوس طول بعرض، اول ما اسمع صوت اقطع الخلف. معقول؟ انت كده محتاجه دكتور نفسي يا بوسي. اروح لدكتور نفسي اقول له ايه بس؟ اقول له مش عارفه اخرج من جحر الفيران؟ المهم سيبك مننا. انت ايه الجمدان ده؟ لسه شطوره زي ما انت وعالجتي الحصانات كلها. كرم بيشكر فيكي جدا. ده شغلي يا بوسي، وانت عارفه قد ايه انا بحبه. وكمان الخيول دول لطاف قوي. ويا حرام لما كنت جيت في الوقت المناسب كانوا كلهم هيروحوا للاسف. كرم قال لي ده حتى بيفكر يهديكي حصان امتنان منه مجهودك ده. هو مش الاسطبل ده بتاع الاخ الكبير؟ ليه كل كلامك عن كرم؟ هو مش كرم ده الشاب الغريب اللي تصرفاته كلها مش مفهومه؟ قصدك على رابح يعني؟ لا، ده رابح ده هلهوله، لا بيهش ولا بينش، عبيط يعني. ملوش لازمه كل حاجه هنا تحت سيطره كرم. وعلى فكره بقى، ده في حاجات كتير مشتركه بينكم. بيحب الحيوانات قوي ومسؤول كده. انت تعرفي ده مره ركب تمساح وكان بيربي فوكس وصغنن. رنا بتبص على بوسي. انت يعني يا بوسي متاكده من كلامك ده؟ طبعا، ده اخوه خالد مأكد لي كده بنفسه. وانت مالك اتوترتي كده ليه؟ اصل يعني موضوع رابح ده مش مصدقه بصراحه. باين عليه شخصيته قويه مش زي ما انت بتقولي. انت كمان اتغشيتي فيه. هو رابح كده منظر على الفاضي، انما هو زي ما انا قلتلك كده بالظبط هلهوله. انا بنفسي بعمل فيه كل مقلب، واخوه ولا بيعرف يرمس قدامه. حتى يا بنتي ده ريكو ارجل منه. يا بوسي مالك يا رنا بجد؟ وبعدين انت بتبصي ورايا ليه؟ لا ما هو مستحيل يكون. لا مش مستحيل قوي. صوتي يا رنا صوتي، يمكن حد يلحقنا. كان في الوقت ده رابح واقف قدام باب الاوضه، كان طالع ياخد رنا عشان تطمن على الاحصنه، وسمع كل العك اللي قالته بوسي وكان خلاص هينقض عليها. جه كرم وخالد وراه والاتنين بيحاولوا ينقذوا بوسي منه علشان ليهم عندها مصلحه. يا نهار ابيض، انت هنا يا رابح؟ ده انا قلب الدنيا عليك. شوف احنا قاعدين ندور وهو هنا. شفت الصدفه يا خالد؟ انت مالك يالا انت وهو؟ مش على بعضكم كده ليه؟ هو عيل تايه هتنادوا عليه؟ ما تجيبوا اللي عندكم. ابوك ازاي يعني؟ ما تظبط نفسك. قصدي ابوك يا رابح، عاوزك ضروري، وقال لي اول ما الاقيك اقول لك تروح له فورا. ابوك انا لسه طالع من عنده حالا. يكون حصل له ايه يعني في ال5 دقايق دول؟ شفت انا لسه قايل لك ايه دلوقتي يا كرم؟ الله يخرب بيتك، لسه قايل لي ايه؟ ما انا مش عارف بالظبط كده. لسه قايل لك مش عارف ابوك عاوز رابح في ايه، مع انه كان لسه عنده. رابح شك فيهم هما الاتنين، ما كانش مصدقهم، ولحسن حظهم جه عابد من وراهم ونده على رابح. يا رابح كلم بابا تحت عاوزك. قول والله. قصده يعني يقول والله عشان تصدقه. ما احنا بقالنا ساعه بنقولك انه عاوزك وانت مش مصدق. رابح بشك. طب انا نازل لبابا اشوف عاوز ايه، بس هرجع لكم تاني عشان في حاجه مش مظبوطه فيكم وعاوز افهمها. وانت يا بوسي؟ سيدي الناس انا زي الفل والله، ما تحملش همي. ماشي. انت يا كرم خد الدكتوره رنا وروح الاسطبل تطمن على الاحصنه وتديهم علاجهم، وانا اشوف ابوك عاوز ايه واحصلكم. الله اكبر، هو ده الكلام الكبير والله ومولود كبير. وانت يا سي خالد، انا اساسا في المنحل دلوقتي بجمع العسل من غير ما تقول يا باشا، وانا اغفل عن شغلي يعني؟ بس لهم رابح بشكوا كلهم وسابهم ونزل عند ضياء، واول ما نزل كلهم اتنفسوا براحه. هو ده رابح الهلوله يا بوسي؟ انا كانوا هم عليا من التوتر قدامه، وانت يعني شايفاني بسيط
السعينة على عيني، سايباني كده رايحة القضايا زي القطر. منك لله. شلوحنا كلنا بسببك، ده انت بلاء. امشي قدامي قبل ما يرجع. وانت يا استاذ كرم خد دكتورة رنا على الاسطبل. بوسي، طب الجولة اللي وعدتني بيها؟ سوري جدا يا رنوش، انا بس دلوقتي عندي مشوار مهم جدا. بس ما تقلقيش، معاكي كرم مش هيخلي سحلية في البلد غير لما يصورك معاها، وكمان عشان هو حافظ المكان هنا. عن اذنكم انا بقى، يلا يا خالد. وفعلا نزلت بوسي مع خالد وراحت رنا مع كرم الاسطبل، وكان رابح قاعد مع ضياء تحت بيتكلموا. خير يا حاج، في حاجة نسيت تقولها لي؟ لا يا ابني، في موضوع كده اتناقشت فيه مع عمتك سناء بخصوص بوسي، وكنت حابب اخد رايك فيه. انت عارف اني برجع لك في كل خطوه قبل ما اعملها. ترجع لي في كل خطوه تخص الشغل يا حاج، حاجه تخص حد من اخواتي، انما البت دي انا ماليش دعوه بيها، ولا عاوزه اتحشر في حاجه تخصها. يا ابني، ما الموضوع ما يخصش بوسي لوحدها، يخص مع واحد من اخواتك. رابح بغضب. ده اللي هو ازاي يعني؟ وايه اللي يخص بوسي ويخص حد من اخواتي؟ هي عملت مصيبه في الشغل ولبستها لحد فيهم ولا ايه؟ لا يا حبيبي، احسن الظن مش كده. احسن الظن هي جوازة يعني؟ ما هي البت دي ما يجيش من وراها غير المصايب. جوازة؟ الله ينور عليك. نعم، جوازة ايه دي بقى ان شاء الله؟ ما انت مش مديني فرصة اشرح لك يا ابني. انا وعمتك سناء قعدنا وتناقشنا ان بوسي هتفضل كارهة المكان وبتحاول تهرب طول ما هي ما فيش صلة ربطها بينا، وعشان كده قررنا ان نجوزها واحد من اخواتك وعوزتنا يبقى في دقيقنا. قال دي الكلام ده الرابح وما كانش مستوعب اللي بيسمعه. وفي الاسطبل كانت رنا اطمنت على الأحصنة وخرجت تتمشى في البلد مع كرم. الله، البلد هنا جميلة قوي، الطبيعة فوق الروعة والحيوانات بتتنفس واخدة حريتها، مش محبوسين ولا مقيدين. احنا عندنا هنا الحيوانات حرة طليقة، الحريم بس هما اللي محبوسين. نعم، الحريم دول اللي هما الستات مش كده؟ ايوه حصل، هما برضو النسوان. نسوان؟ واللي بقى ان شاء الله الستات محبوسين، عشان احنا رجالة بنغير على حريمنا وما بنحبش الست تنزل وتكون ماشية في الشارع الناس تتفرج عليها. وليه اصلا الناس تتفرج على الست؟ مش فاهمه. لا، ما انا مش هعرف افهمك دلوقتي، بكره تفهمي لوحدك ان مكانك في البيت جنب انس وشهد. مين انس وشهد دول؟ ولادي ان شاء الله. بص يا رنا، تعالى اوريك البقرات وهما بيخروا لبن. واو يلا. وفي البيت كان ضياء مستني رد رابح اللي وشه قلب الوان بعد ما سمع كلامه عن بوسي. مالك يا ابني، نزل عليك سهم الله كده ليه؟ ما عشان الكلام ده ما يخشش العقل بربع جنيه. بوسي مين دي اللي تتجوز؟ دي عبيطه، وبعدين ده مش فاهمه ولا عارفه اي حاجه عن عاداتنا وتقاليدنا. ما هو ده السبب الرئيسي اللي مخليني فكرت في الموضوع ده. انا وعمتك يا رابح يا ابني، بوسي لما تتجوز وسطينا وتخلف لها عيلين 3 هتتربط بيهم وتفهم حياتنا وعيشتنا. عيلين 3؟ دي بوسي اللي هتعمل كده؟ دي هي اصلا عيله وعاوزه تتعلم الادب والكلام، واحده واحده هتتعلم، ومش هيبقى احسن منها يا ابني. طب وطالما انت بتتكلم مع سناء واخدين قرار، جايبيني انا دلوقتي تسالني ليه؟ عاوزني اختار اسامي العيلين 3 اللي هتخلفهم بسلامتها؟ لا، عاوزك تقترح عليا اني واحد في اخواتك مناسب لبوسي. وقف رابح بغضب وتعصب من غير سبب. ولا واحد مناسب فيهم. بوسي عاوزه واحد يربيها ويأدبها، ما فيش ولا واحد فيهم يقدر يعمل كده. عن اذنك، انا عندي شغل واتاخرت عليه. ساب رابح ضياء ومشي وهو متعصب، وقعد يضحك بخبث. وفي المنحل كانت بوسي واقفه ووفاء بيتكلموا، وخالد واقف بعيد ياكل في نفسه ومش عارف بيتكلموا في ايه. ده انت طلعت حكايه يا بوسي. طب وانت اللي جابك وقعدك هنا طالما مش طايقاهم كده؟ غصب يا ابراهيم، غصب، عاملين عليا كماشه ومش عارفه افلت منهم. بس صدقيني في اقرب فرصه تجيلي مش هتردد لحظه وهسيبهم واجري من هنا. طب انت يعني مالكيش في مصر حد كده ولا كده تلجئ له ياخدك من هنا؟ كده ولا كده ازاي يعني؟ مش فاهماكي. ما تخبيش عليا بقى يا بوسي، احنا مش اتفقنا نبقى اصحاب؟ حد يعني قريب منك حبيب يعني يا بوسي؟ حبيبي يا ريت يا وفاء، يا ريت ما كانش زمان ده بقى حالي. ما بصراحه يعني ده كان الحل الوحيد اللي يخليكي تمشي من البلد وترجعي لحياتك تاني. الحل الوحيد ازاي؟ لا فهميني كده، انت قصدك ايه؟ قصدي اني لو كنت تعرفي حد من بره البلد وجيتي قلت انكم مخطوبين وهتتجوزوا وهو مش موافق تقعدي في البلد، كان بكل بساطه تمشي من هنا، لان ما كان الست مطرح ما يكون راجلها. يا بنت الايه، ما كان الست مطرح ما يكون راجلها. حلوه قوي الفكره دي. وعند كرم كانت رنا مطلعه عينه وبتمر على كل الحيوانات تلعب معاهم وتبص فيهم. وقفت قدام كلب من كلاب الشوارع وبصت له بحب وكانت رايحه ناحيته. لا يا رنا، ده بالذات بقى قلتلك لا، خدي هنا. رنا خلاص بسيته وحضنته. منك لله يا شيخه. الله، ده سو كيوت قوي. تعالى بص يا كرم، شوف مبسوط انه في حضني ازاي. ما ده طبيعي يا رنا، لازم يكون مبسوط، ما عمل البني ادم لحمه ودمه مش عارف يعمله. كرم، احنا لازم ناخد الكلب ده معانا البيت، ده عينه تعبان جدا ومحتاج يتعالج، احسن لا قدر الله يجيله تلوث. يا سلام،
يعني خايفة على الكلب من التلوث ونازلة في بوث. وبالنسبة للتلوث اللي منتشر في ايديكي وهدومك دي كلها دلوقتي. اتعصبت رنا ومسكت كرام من قميصه واتكلمت بتحذير. حذاري مرة تانية اسمعك بتتكلم عن الحيوانات البريئة بالصيغة دي تاني. الحيوانات دول انضف وانقى من اي انسان غبي جاهل متعجرف، فاهم؟ هو مش ايدك دي اللي كنت بتمسحي بيها مناخير الكلب دلوقتي يا رنا؟ لعلمك بقى عشان تعرف انك جاهل، اثبت علميا ان مخاط الكلب ولعابه نقي بنسبة. بس ابوس ايدك، لا ايدك دي معفنة. ابوس نضارتك، كفاية بطني قلبت. انت لسه هتفصصي وتحللي برابر الكلب؟ امشي قدامي، دي شكلها هتبقى ايام هباب. اسمه مخاط جاهل صحيح. امال ايه حوار التمساح ده بقى اللي ركبته؟ ده انت قرفان من كلب. رنا انت عمرك ركبتي تماسيح؟ اكيد لا. خلاص ما تفتيش في حاجة ما تعرفهاش، وخليك في قطتك وكلابك. الحوار قال اسفهمها دي في التماسيح وركوبها. وفي الاسطبل كان رابح قاعد على كرسيه بيفكر بعمق وباله مشغول وهو بيبص على الأحصنة. يا ترى مين ممكن يفكر يأذي شوية أحصنة مالهمش ذنب ويسموهم عن قصد؟ مين اللي مصلحة يعمل كده ويستفاد ايه؟ عم فتحي. سمعوا عم فتحي وراح عنده فورا، وده كان الغفير المسؤول عن الاسطبل. تحت امرك يا رابح بيه، امرني. الاسبوع اللي فات ده في اي رجل غريبة دخلت او خرجت عن الاسطبل؟ افتكر معايا كده يا عم فتحي. رجل غريبة ازاي يعني يا بيه؟ انا عيني ما بتغفلش لحظة عن الاسطبل يا عم فتحي. انا مش بحاسبك ولا بتهمك بحاجة، ما تخافش. انا بسألك عن اي حد دخل ووجوده كان غريب مثلا، مش مألوف بالنسبة لك. مفيش حد يا بيه غير استاذ كرم والعمال اللي جنبك مشغلهم بنفسك، وعربية التبن لا مؤاخذة اللي بتجيب اكل للأحصنة. خلاص يا عم فتحي روح انت شوف شغلك. بس حصلت حاجة غريبة كده يا بيه، انا مش فاهمها بصراحة. ايوان، ايه هي بقى الحاجة الغريبة دي يا عم فتحي؟ ابوس جلابيتك لا يمنع عليها. عربية التبن لا مؤاخذة جت ونزلت الحمولة زي كل مرة عادي خالص، بس كان السواق مش حمدان اللي بيجي كل مرة، وقال ان حمدان بعافية شوية ومعرفش يجي. بس كده يا عم فتحي. طب مش واجب كنا نسعى على حمدان ونروح نزوره؟ لا، ما انا جالك في الكلام اهو. الحاجة الغريبة بقى ان تاني يوم لقيت حمدان جايب العربية بحمولة تانية، ولما سألته قال لي انا صحتي بومب اهو قدامك اهو وساق سليم، ونزل الحمولة ومشي. كل ده وبقول لك في رجل غريبة دخلت تقول لي ان ما بغفلش لحظة يا عم فتحي. انت عندك كام سنة يا عم فتحي؟ يعني حسبة 73 سنة كده ولا حاجة، بس قلبي لسه شباب يا بيه. لا ما هو واضح الشباب يا عم فتحي. طب بص بقى وركز معايا كويس، ابوس ايدك. مين اللي كان واقف مع العربية اللي جت الاول اللي سواقها ما كانش حمدان؟ مين من العمال بالظبط اللي وقف معاه ونزل الحمولة؟ بص يا بيه، هو تقريبا كده يا بيه البت صباح يا الواد سيد. لا هتعبك معايا يا عم فتحي شوية كمان وتفتكر اني فيهم بالظبط، سيد ولا صباح؟ ايوه اني افتكرت مين فيهم. كان الواد جمال. ايوه هو جمال. اني متأكد بالأمارة يوم السواق عزم عليه بسجارة، والواد جمال المعفن مرضيش يعطيني نفسين منها. هو انت لسه فيك حل النفسين دول يا عم فتحي؟ اتكل على الله وروح شوف شغلك. وفي الطريق كان خالد اخد بوسه عشان يرجعها البيت. اظن انا وفيت بوعدي ظبطتلك الدوري مع ابراهيم، اهو دورك دلوقتي تعمل الخدمه بتاعتي. خدمتي يا بوسي؟ ده كفايه اني طلعتك من تحت ايد رابح الصبح، ده كان هيفرمك. ايه ده بقى؟ انت ترجع في كلامك ولا ايه؟ على فكره انا اخدت رقم ابراهيم وفي ثانيه اقلبها عليك. انا مش طيبه يا اخويا، ما تتغرش فيا. اعوذ بالله منك، كل ده مخبيه ورا وشك البريء ده، ومامي وبابي. عاوزه ايه؟ اخلصي. ريكو، وانا اعملهولك ازاي ده بقى؟ ان شاء الله ابحث على جوجل. انا عاوزه ريكو تجيبهولي من مكان ما رابح مخبيه. وتعملها ازاي دي بقى؟ مش بتاعتي. هما مش دول ماجد وعابد اللي هناك دول؟ اه والله هما. تعالي نشوف في ايه. كان ماجد عامل اوزان بالطوب بيتمرن بيها في وسط الزراعه، ومع عابد بيساعده هو وشويه شباب تانيين. انت بتتمرن وانا اللي قلت خناقه وشمرت وجيت؟ وانت فاكر ان خناقه وجايب بوسي معاك جايبه تصوت يعني ولا ايه؟ سيبني يا خالد في حالي وروح البيت انت وبوسي، وياك تعرف ابوك حاجه. ها؟ وايه المشكله يعني في التمرين؟ هو خاله هيعارض في ايه؟ دي رياضه. اسكتي يا بوسي، انت مش عارفه حاجه. ماجد، هو انت طالما شغوف قوي بالرياضه كده ودايما اشوفك بتجري وتتمرن، ليه ما فكرتش تروح الجيم مثلا؟ طب ما هو في الجيم اهو يا بنتي. لا ما تهزروش يا جماعه، معقول ما فيش هنا في البلد جيم ولا مكان لممارسه الرياضه؟ جيم ورياضه يا بوسي؟ احنا عندنا هنا الناس بتصحى من نهار ربنا تسعى على رزقها علشان تاكل عيالها، مفيش لا وقت ولا مجهود للحاجات دي. طيب ما دي فكره مشروع كويسه قوي. ايه رايك يا ماجد لو قدرت اقنع خاله ضياء اننا نفتح جيم هنا في البلد وتكون انت الكابتن بتاعه؟ انت عارفه لو عرفت تعملي كده انا مستعده اعملك اي حاجه تطلبيها مهما كانت يا بوسي، وهبقى اقرب حد ليكي هنا ومش هخلي حد يفكر يزعلك. طب خليك فاكر بقى الكلام ده كويس يا كابتن ماجد. وفي البيت كانت قاعده سناء مع ضياء اخوها بيتكلموا. اعتبر الموضوع خلصان يا سناء،
انا خلاص اتاكدت من كل اللي كنت شاكك فيه. معلش يا اخويا، انا عارفه ان ورطتك بيا انا والبت مقصفه الرقبه دي، وقرفك بينا وبمشاكل بوسي اللي ما بتخلصي، بس ماليش غيرك بعد ربنا اتسند عليه. ده لولاك كان زمان بوسي راحت مني. ما تقولش كده يا سناء، وبعدين ما كنتش اشتكيت لك يا ستي. انا مبسوط كده وبوسي مش غريبه، دي بنتي وقريب قوي هتبقى ام احفادي اللي هموت واشيلهم. يسمع من بقك ربنا يا ضياء. ياه، ده وقتها بس قلبي يبرد وارتاح من همها. وعند خالد كان خد بوسي وراحوا جابوا ريكو زي ما وعدها، وكانوا راجعين على البيت. طب هبه بنتين ده وجبتهولك اهو زي ما طلبتي. اخدها وراجعه بيه البيت ليه يا بنت الناس؟ انت مش هترتاحي غير لما رابح يضربك بالنار. مالكش دعوه بريكو يا خالد، خليك في حالك، انا عارفه انا بعمل ايه كويس. يا ستي انا مالي، اتفلقوا في بعض، بس لو نطقتي اسم انا معرفكيش ولا شفتك انت وكوكو بتاعك ده. اسمه ريكو. وامشي بقى وسيبنا عشان لازم اتكلم معاه في حاجه مهمه قبل ما ندخل البيت. سابهم خالد فعلا ودخل، وكان كرم رجع البيت ومعاه رنا والكلب، ورابح كان قاعد جنب ضياء بيشرب قهوته بزهق. يا لهوي يا ابني، ايه دخل الكلب الجربان ده البيت؟ ارميه بره البيت احسن يجيب لنا عدوى. ماما انا ما اسمحلكيش تتكلمي عنه بالشكل ده، الاستاذ كلب ده عينه بتوجعه ولازم يرتاح، واحتمال كبير نركب له نضاره. ايه خلاص ما بقاش في قلوبكم رحمه؟ ايه ده، برافو يا كرم. عجبتك؟ طب حس كده بقى، انا اجيب بقره اربيها عندي في الاوضه. معلش انا بوم بالليل ريقي ناشف ومحتاج اشرب شويه لبن طازه. عوض عليا عوض الصابرين يا رب. هما دول ولادك اللي عاوز تتجوز بوسي لواحده منهم؟ واحده عاوز يربي بقره والتاني هيلبس الكلب نضاره، والاتنين التانيين تلاقيهم بيجروا ورا معزه في اي حته دلوقتي. هما دول هتعتمد عليهم يا حاج ضياء؟ معاك حق يا رابح يا ابني، دول عيال مستهترين وما اعتمدش عليهم، بس اعمل ايه؟ ما انا معرفش ادي بنت عمتك لحد غريب وامنوا عليها. كنت عاوزه تبقى قصاد عيني وتحت جناحي. وهي بقى رايها ايه في الموضوع ده؟ وانت سالتها؟ وهي فين بوسي اصلا يا بابا؟ بنتك فين يا سناء؟ بوسي كانت مع خالد، دخلت على بوسي وفي ايديها ريكو ومشبكين صوابعهم في بعض. هاي، ازيكم كلكم؟ كويس ان كلكم متجمعين عشان عندي لكم خبر حلو قوي. من اللي جرى وجاب الصرصار ده البيت هنا من غير اذني؟ ايه ده بس يا رابح يا ابني، واسمع منها لما نشوف عاوزه تقول ايه. على فكره يا رابح، انا مسمحلكش تقول كده على ريكو تاني. انت ترضى لما تتجوز اقول على مراتك صرصوره؟ انت يا بوسي ما تختبريش صبري. قول لهم يا ريكو، قول لهم انت عشان انا مكسوفه. جماعه انا بوسي خطيبتي ولبسنا الدبله، يعني انا دلوقتي بقيت مخطوب. ياي كلام ايه ده اللي يشوكوا بيقولوا يا بوسي؟ مفيش هزار في الحاجات دي يا بنتي، انا مش بهزر يا مامي. انا وريكو بنحب بعض واتخطبنا رسمي وقريب قوي هنتجوز. الله، طب ما حد يسمعنا زغروطه بقى. وبكده تكون خلصت حكايتنا، واستنوني في حلقه جديده. وما تنسوش اللايك للحلقه والاشتراك في القناه وتفعيل زر الاشعارات عشان يوصلكم اشعار بكل حلقه جديده بنزلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.